شفنا في الجزء اللي فات بشين خرج من العزله وقدر يجسد شخصيته على جسد واحد ميت، وبعدها طلع للعالم علشان يواجهه ويبدا حياته الجديده. وبرضه شفنا بشين وهو بيتعامل مع تشانج وعصابته. فهل بشين هيقدر يواجه الصعاب بعد كده ويحاول يسترجع لحياته القديمه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. عاوزك قبل ما نبدا يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوس لايك. يلا بينا نكمل الحكايه بتاعتنا. بشين بيستغل الفرصه من تاني وبيسال تشانج هيدفع كام المره دي عشان يسامحه، فبيعيط تشانج عشان خلاص هو قرب يفلس، فبيهدده بشين بانه هيضربه، فبيوافق وبيديله 10,000 كمان. فبيضحك بشين جدا وبيمشي وهو مبسوط. بعد مده بقى بشين بيحس بحاجه غريبه ولاحظ ان في حد بيراقبه من بعيد، ومش كده وبس، لا ده لاحظ كمان ان في شخص دمر الفخ اللي هو كان عامله في الفيلا، فبيطير بسرعه عشان يرجع الفيلا لانه خايف على عمته. بعد فتره كده بيكون بشين وصل الفيلا وبيحس ان لسه في هاله قاتله بس بسيطه وملهاش لازمه، فبيستخدم قوه عينه كده وبيقدر يعرف ان في ناس مستخبين في الغابه وناس تانية مستخبين جنب القصر، فبيضحك ضحكه شيطانيه كده وبيقرر يروح الاول للناس اللي في الغابه. وساعتها بيلاقي الوان اللي المعلم فانج بعته هناك. المهم ان كل اللي في المجموعه دول بيحاصروا بشين، والوان بيقول لبشين انت شجاع عشان جيت لنا بنفسك، وكمان انت دمرت التشكيل الشيطاني اللي عمله المعلم فانج، انت بتستهزأ بالمعلم فانج. في الوقت ده بشين بيعمل نفسه عبيط وهوب مره واحده بيديله بوكس في نص وشه وبيوقعه على الارض وبياخد منه سيفه كمان، وبعدها بيرفع السيف ده وبيقول لهم اللي مش عاوز يموت يبعد عني. بعد كده بيرمي السيف وبيطير في الهواء وبيفضل يشتم فيهم عشان يطيروا وراه، فبيتعصب ايلون خالص وبيطلب من رجالته يطيروا ورا بشين، وفعلا كلهم بيطيروا وراه. في الوقت ده بشين كان عارف ان المجموعه التانية لسه موجودين عند الفيلا، فبذكاء كده بياخد مجموعه الوان وبيديهم عند المجموعه التانية، وبنلاقي ان قائد المجموعه التانية وبيقول لرجالته استعدوا المره دي لازم نرجع الكتابين. بعد كده بشين بيوصل ورا الوان ورجالته، واول لما بيوصل بيصرخ وبيقول لهم اخرجوا يلا، في شويه ناس بيطاردوني وقفوهم علشاني. والوان والقائد التاني الاتنين بيقعوا في الفخ لان كل واحد فيهم بيفتكر ان الوان جايب التاني تعزيزات، وده بقى بيخلي في حرب كبيره تحصل بين المجموعتين وكله بيضرب في كله وناس بتطير شمال ويمين. اما بشين نفسه فبيكون واقف بعيد وبيتفرج وهو بياكل تفاح. بعد شويه بقى المعركه بتخلص ومش بيكون فاضل غير الوان والقائد التاني وباقي الرجاله ماتوا، عشان كده بشين بيقرر ينزلهم. وساعتها الوان والقائد التاني بيستعدوا للقتال وبيقول له القائد انت اتجرأت ورجعت تاني مش خايف لاقتلك؟ فبيتصدم الوان بقى وبيقول له ايه هو انت كمان عاوز تقتله؟ فبيرد عليه القائد وبيقول له اقتله ده انا كنت اسلخ جلده. فبيتعصب الوان لانه بيفهم ان بشين ضحك عليهم هما الاتنين وخلوهم يقتلوا بعض. اما بشين بقى فبيكون بيضحك وبيتريق على الوان وبيقول له انت جسمك قوي بس ما عندكش عقل، ده انا ضحكت عليك بسهوله. وكمان بعدها القائد التاني بيبدا يفهم ان الضحك عليه فبيتعصب وبيطير على بشين عشان يقتله، بس بشين بيراوغ الهجوم بكل سهوله وبيتريق عليه وبيقول له بمهارتك التعبانه دي عاوز تستعرض ضعفك، وبيديله بالركبه في بطنه وبيطيره بعيد. ومن هنا بقى الوان بيتصدم هو كمان لانه بيلاحظ ان تحركات بشين جامده جدا، وحتى كمان القائد التاني بيفهم ليه وازاي بشين قدر يقتل عدد كبير من رجالته اللي جم قبل كده. في الوقت ده بشين زهق منهم هما الاتنين فقال لهم تعالوا هجوم عليا انتوا الاتنين ما تضيعوش وقتي. فالكلام ده بيعصب الوان اللي بيخرج سلاحه وبيهجم على بشين بهجمه قويه، وبشين بتعجبه الهجمه دي شويه لكن بسرعه بيتفادى الضربه دي قبل ما توصله بلحظه، وبيظهر فجاه ورا الوان وبيقول له اسف انا مش بحب الحركات المبهرجه دي لانها مش بتاثر فيا، وبيديله بصباعه زي البليه كده ومن شده الضربه صباعه بيكون عامل زي الرصاصه لدرجه ان مخ الوان بينفجر وبيموت. وطبعا القائد التاني هيموت من الرعب من اللي شافه وبيتاكد ان بشين مش شخص عادي، عشان كده بيقول الجري نص الجدعنه وبيطلع يجري. بس بشين بيظهر قدامه بيقول له انت رايح فين، ومن غير ما تضيع وقت بيديله بسيفه في بطنه وبيخلص عليه هو كمان. بس بعد المجزره اللي حصلت دي بشين بيرجع جايت هايزو تاني وبيروح المكان اللي مجتمع فيه فريق مشروع البروفيسير، وهناك بقى بتكون الرئيسه تشيو قاعده ومتحمسه هي كمان عشان في شخص جديد هينضم للمشروع وبتكون عاوزه تشوف شخصيه العضو الجديد ده. بعد كده بتيجي شيو هي كمان وبتسلم على تشيو هي والباقي، وعلى طول تشيو بتعرفها ان في عضو جديد هينضم للمشروع النهارده، عشان كده يعني هي طلبت من كل الفريق يحضر عشان يسلموا عليه وبيقعدوا يستنوا بقى. وبعد لحظات بيوصل بشين وبيقول لهم هو ده فريق مشروع تشين. من هنا بقى شيو بتشوفه وبتندهش شويه، اما تشيو فبتقول له ايوه هو ده الفريق، وبتقول له انت بقى العضو اللي هينضم معانا للفريق؟ فبقول لها ايوه انا اسمي بشين. حتى كمان تشيو بتفرح لما بشوف بشين لانه شخص وسيم وهيضيف للمشروع. في نفس الوقت ده بنلاقي شخص تاني من الفريق متغاظ وغيران من بشين لانه ملاحظ ان تشيو بتعامله كويس ومهتمه بيه، حتى شيو بتحاول تهدي نفسها لانها مش عاوزه تبين انها فرحانه بانضمام بشين. الشخص التاني ده بقى بيقرر يعلم بشين الادب. المهم ان بشين حاليا بيسال تشيو عن البروفيسور وانج فبتعرفه انه في اجتماع وما عندوش وقت يجي النهارده. وكمان الشخص الغريب ده بيكون بيخطط لسه، ومره واحده بنلاقي الشخص الغريب بيزعق بصوت عالي جدا وبيقول هاتوا الامن في حرامي هنا تعالوا بسرعه. وفعلا الامن بيجي وبيسالوه مين اللي اتجرأ وسرق، فبيشاور بكل ثقه على بشين وبيقول لهم هو ده. ساعتها بقى بشين فهم ان الشخص ده عمل كده عشان يورطه، وتشيو سالت بشين اخد ايه، فلا انا ما خدتش اي حاجه. بس الشخص الغريب قال له ما تكدبش انا شفتك
تسرق لؤلؤة سيو بعيني وهي دلوقتي في جيبك. فبيضحك بشين كده وبيقول له بجد؟ طب بحيث كده بقى تعالوا فتشوني وخرجوها. وده اللي بيحصل فعلا، والامن بيبدا يفتش بشين لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه معاه. فطبعا الشخص الغريب بيتصدم صدمه عمره. ومن هنا بقى بيبدا بشين يرد بيقول لؤلؤة سيو معاه اصلا، وهو بيعمل كل ده عشان يغطي الجريمه بتاعته. فبيتصدم الغريب من كلامه ده وبيحاول يعمل نفسه شريف بقى، وبيقول لي بشين ما تتهمنيش بالباطل، انا عضو قديم في فريق المشروع، ازاي ممكن اسرق حاجه؟ فبرد عليه بشين وبيقول له طيب لو انت فعلا بريء خلي الامن يفتشك وهنعرف الحقيقه. فبيكون متاكد بقى وبيخلي الامن يفتشوه، وبيقعد يفكر بقى ازاي ما لقوش اللؤلؤه مع بشين. وفي وسط تفكير ده الامن بيلاقي اللؤلؤه في جيبه، فبتصدم صدمه كبيره وبيزعق وبيقول ده مستحيل. في اللحظه دي اتشيو بتقول له يا شين انت اتجرأت تسرقنا. واصلا شين بيكون هيتجنن لانه متاكد ان ريمر اللؤلؤه في جيب بشين، بس سبحان الله اللؤلؤه جت في جيبه. بنعرف بقى ان بشين لما حس باللؤلؤه في جيبه خرج بسرعه من غير ما حد ياخد باله ورماها في جيب شين. وبس بعدها بقى تشيو بيحس بالذنب عشان شين اتهم بشين، عشان كده بترفض شين من الفريق كله. وشين بقى بيقعد يعيط عشان تديله فرصه تانية، بس بشين بيقول له لازم تتعاقب على الشر اللي انت عملته. بعد كده تشيو بتعتذر لبشين هي كمان، وبتعرض عليه كمان يروح معاها هي وشيو ياكلوا مع بعض. فبيوافق بشين وبياخدهم للمطعم اللي تنج شغاله فيه، وبيقعدوا بقى يشربوا وياكلوا. وتشيو سالت بشين اشمعنى جابهم المطعم ده بالذات، فقال لا بس كنت عاوز انفع حد انا عارفه. في اللحظه دي بتدخل تنج وبتقدم لهم الاكل، وساعتها بشين بيسالها هتاخد البيت امتى، وطلب منها تاخد البيت النهارده. فوافقت، وبنلاحظ ان شيو زعلانه شويه لانها لاحظت ان علاقه بشين وتنج مش علاقه عاديه. المهم ان بشين بيقوم بعدها وبيودعهم عشان يمشي مع تنج، وبيشدها من ايدها كده وبيمشوا. فطبعا شيو بتغير وبتتضايق كمان. المهم ان تنج بتاخد بشين البيت اللي عاوز يأجره، وبيتفرجوا على البيت كله، والبيت بيعجب بطلنا وبيدفع كمان لها 10,000 مره واحده مع ان الايجار اصلا 500 بس. فطبعا تنج بتنصدم من كده، بس بشين بيعرفها انه يقعد في البيت ده فتره كبيره. فلما بتفهم تنج بتضحك وبتسيبه وبتمشي عشان يستريح. وبعد لما بتمشي بقى الطاقه الروحيه بتبدا تظهر من تاني. بيكون بطلنا حاسس ان الطاقه دي قويه جدا لدرجه انها بقت تدخل البيت، وبيحاول يسيطر عليها بايده لكن بيسمع صوت كلب. فبيطلع وبيلاقيه الاسد الملك، فبيستغرب، بس بيستغرب اكتر لما بيلاقي في وحش روحي ضخم بيحاول يهجم على الكلب. فبسرعه بيجري بطلنا على الروح وبيضربه ضربه قويه جدا. ومن هنا بشين بيفهم برضه ان سبب الطاقه الروحيه الكبيره اللي هنا هو الوحش الروحي. بعدها بيلاقي الوحش بيهجم عليه تاني، فبيمسكه من بقه كده وبيديله بالرجل وبيرميه بعيد وبيهزمه بكل سهوله. بشين بقى لما قتله اكل الطاقه الروحيه بتاعته، ساعتها حس انه طاير في الهواء. بعدها بنلاقي الاسد الملك بيهوهو كده وبيروح يدور في المكان اللي الوحش الروحي مات فيه. في الوقت ده بقى بطلنا بياخد باله ان في عروق روحيه، فبيتصدم جدا لانه ما كانش متوقع ان في عروق روحيه موجوده هنا. ده غير انه لقى كميه كبيره وكثيفه من الطاقه الروحيه. فبيقرر بشين انه يستغل الفرصه ويجرب يستخدم تقنيه عين الألف ميل، وبسبب الطاقه الروحيه الكثيفه بيقدر يفعل عين الألف ميل بسهوله. تاني يوم بقى بنلاقي عربيه الاسعاف جت لتنج عشان تاخد امها المستشفى لانها تعبانه وبتموت. بشين لما لاحظ الاسعاف راح وسال تنج في ايه، فقالت له ان امها تعبت فجاه عشان كده عربيه الاسعاف جت وخدتها. فمن غير تفكير طلب منها تاخده معاها المستشفى. وبعد مده بقى بيروحوا المستشفى، وقتها بنلاقي 2 دكاتره بيعملوا العمليه لام تنج عشان ينقذوها. لكن للاسف دكتور منهم بيقول لتنج انه مش هيقدر ينقذ امها لان مرضها نادر جدا وعمره ما شاف مرض زيه. وقال لتنج كمان ان مفيش اي دكتور هيقدر يعالج المرض ده. فطبعا تنج فضلت تعيط لما سمعت الكلام ده، وفضلت كمان تترجى الدكتور عشان يعمل اي حاجه ينقذ بها امها. لكن الدكتور برضه قال لها نفس الكلام وانه مش هيقدر يعمل اي حاجه. بعد كده بشين قرر يتدخل وقال لهم ان عنده العلاج، بس الدكتور حاول يمنعه لان بشين بيشكك في مهاراتهم. والدكتور التاني سال بطلنا هو درس في جامعه ايه، فصدموا بشين وقال له انا اتعلمت بنفسي. الكلام ده خلاهم عاوزين يطردوه من الاوضه طبعا، بس بشين ضحك لهم وقال لهم لو مش مصدقيني مش مهم، لكن في روح دلوقتي هتموت لو ما اتصرفتش، سيبوني احاول. بعد كده الدكتور قال له هسيبك تحاول بس لازم بنتها تنج توافق الاول. عشان كده سال تنج لو انها موافقه على العلاج، وبشين طلب منها تثق فيه واكد لها انه يعالج امها. من هنا بقى تنج وافقت وقررت تثق في بشين لان امها في خطر، وكده كده مش هتخسر حاجه لو بشين جرب. وبس كده يا صديقي العسل، هل بشين فعلا مع العلاج وهل هيقدر ينقذ امها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الاجزاء اللي جايه. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوس لايك، وان شاء الله استناك في الجزء اللي جاي.